يلا بينا نعمل النهارده احلى كوارع في الطاجن. تحفه تحفه جدا. علشان اعمل شوربه صح انا هنا هفتح معايا هنا ميه سخنه، دي من غير اي حاجه خالص، ميه، وهنزل بيها كده بالكوارع واسيبهم ياخدوا اول غلوه فقط من غير اي حاجه، واصفي الميه دي واحط ميه جديده تانية. هنا معايا لمنكهات الكوارع طماطم وفلفل وبصل. هنا انا غيرت الميه بتاعه الكوارع وحطيت ميه جديده سخنه، اهم حاجه تكون سخنه، وهنزل كده بالمنكهات بتاعتي. شايفين حبايبي كده الشوربه؟ شايفين اللون بتاعها؟ للناس اللي بتقول ان الشوربه بتاعتي بتطلع غامقه، شايفين اللون عامل ازاي؟ برضو الكوارع شايفين استوت ازاي؟ شايفين اللحم فصل عن العظم؟ بصوا بالشكل ده، والشوربة تمام جدا. الشكل النهائي ليها شايفين شوربة الكوارع ازاي صفرة واللون بتاعها جذاب جدا. تقدروا تكتفوا بيها كده، او لو عايزين تكملوا زي ما انا عملت في الطاجن في بداية الفيديو تقدروا تعملوه زي ما انتوا عايزين. انا معايا حلة وحاطة فيها سمنة وسخنة، وهنزل كده بالبصلة بتاعتي. اول ما اخدت عندي كده اللون ده هنزل عليها كده بعصير الطماطم. شايفين هنا حبايبي التقلية عاملة ازاي؟ بصوا بيوريه ازاي، شايفين السمك بتاعها تحفة جدا. هنقول الكوارع كده وبحطها في التقلية، لها كمية كويسة من الشوربة، وهقلبها كده واسيبهم لغاية لما يتقلوا. ولمعلوماتكم انا ضفت فلفل اسود بس بعد ما حطيتها هنا في التقلية علشان ما تغمقليش الشوربة. وزي ما قلت اللي عايز يكتفي بيها بالشوربة والسلق دي طعمها تحفة جدا، ولكن اللي عايز يكمل ويعمل طواجن يعمل زي ما انا هعمل دلوقتي. هسيبها بقى تتقل خالص ونشوفها بعد ما تتقل. الشكل النهائي ليه عملت هنا الرز بالشعريه، وزي ما انتم شايفين طلع ازاي مفلفل. طبعا عملته معاكم فيديوهات كتير. وده شايفين اللون جميل عامل ازاي، شايفين الكوارع هي بتتقدم كده في اطباق ستانلس، مش مقدماها في اطباق صيني او اطباق فخمه، لا يا جماعه، لان هي بتتقدم على الطريقه بتاعتها الاصليه بالشكل الاتمنى. يا رب تجربوها تكون نالت من اعجابكم. اشوفكم بقى في حلقه جديده وفيديو جديد، واقول لكم باي باي.